السلام عليكم. اليوم غندير غراتان بالخضر. بالنسبه للوليدات اللي ما كياكلوش الخضره واللي كتلقاو معاهم صعوبه باش ياكلوها، هذه بحال يعني غتدخلي بزاف ديال الخضر. بطبيعه الحال معاهم البطاطا، حيت الوليدات عز عليهم البطاطا. يعني تقدري ديريها باي مثلا دجاج عندك، كفته. انا عندي فواكه البحر هي باش درتو، صراحه تيجي زوين. السلام عليكم. اليوم غندير كراتان بالخضر وفواكه البحر. ندير بطاطا هي قطعتها هكا. غادي نديرها بشويه زيت بلديه مع مليحه ونقليها شويه. نزيد عليهم حتى الدنجال، نزيد شويه الاعشاب المسيمه عاد يعجبوني، يعني كنديرهم في الوصفات حيت يعجبوني صراحه، كل واحد والذوق ديالو ويكثر فيه الملح. هنا شديت الفلفله خضراء والقرعه خضراء وخيزو والبصله والثومه والحامض مسير. المهم هادشي كلشي طحنته في الهاشواغ وزدت عليه شويه الملحه وشويه هذا الاعشاب المسيمه صافي، والزيت البلديه والزبده صافي. وبقيت هكا كنخليهم حتى ينشفوا. صراحه كنشحرهم، ما كنديرهم غير بالماء ديالهم هو اللي غيطلق، وفي الاخر غنخليهم حتى يديروا. وهكا نسيت ان زدت فيهم صوص الصوجا حتى هي. المهم ها هي باش نخليهم على خاطرهم حتى ينشفوا. زيد هذاك فواكه البحر، هي صراحه ما عنديش انا الاخرين، شريت هذوك اللي مجمدين، غنزيدهم على هاد الحشوه ديال الفلفله وخيزو والقرعه وداك الشيء. المهم ها هما، هاي دابا خرجتها من الفران تحمرات. من بعد ما شحرت هذوك لي فخوي وزدت عليهم لاصوص كريمه الطبخ وصافي، وخليتهم حتى شويه يشدوا في راسهم شويه صافي، حطيتهم وزدت عليهم فرماج حمر ودخلتهم الفران وتتخرج يا سلام صحيه ومزيانه للوليدات اللي ما كياكلوش الخضره. نتمنى تجربوه وهكا لانه شي حاجه صحيه صافي. وحتى الوليدات كما قلت لك الوليدات كيعجبهم. انا درتو حيت ولادي انا ما تياكلوش ليا الخضره صافي، كندير بحال هكا مرات ندير لهم هكا شي كراطان بالخضر وكتدخل لهم فيه الخضر صافي، ما كيحسوش بها بالاخص ملي انك طحنتيها وداكشي ما كتبانش، وبصحه وراحه. عندي قناعة أن الدنيا الحلوة بالنية الطيبة، ما حد راح يسبقك، والله سبحانه وتعالى مقدر خطواتك، ما حد بياخذ رزقك، ورزقك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ومحفوظ. متى ما حبيت الخير للناس الله سبحانه وتعالى بيهديك مطر من الخير. متى ما أحسنت الظن بالناس بتحسن الناس الظن فيك. تطمن وعلى نياتكم ترزقون. عندي قناعة أن الدنيا الحلوة بالنية الطيبة، ما حد راح يسبقك، والله سبحانه وتعالى مقدر خطواتك، ما حد بياخذ رزقك، ورزقك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ومحفوظ. متى ما حبيت الخير للناس الله سبحانه وتعالى بيهديك مطر من الخير. متى ما أحسنت الظن بالناس بتحسن الناس الظن فيك. تطمن وعلى نياتكم ترزقون.